اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنكمل شغل على المبنى وهنبدا على خفيف المبنى التاني. فاللي هيحصل دلوقتي ان انا خلاص عملت كل الفراغات، محتاج ابتدي اشوف ازاي ممكن اعمل الفتحات والفراغات دي واملاها تفاصيل. اول حاجه يعني بالاول بالباب يعني. حاجه هنا هعمل اي واكسترود جوه شويه، اي واي تاني، واقوم اخد اللفه دي وانا دايس على الادج ده الت واكسترود لبره سنه عشان يعمل لي التفصيله دي. فبقى بصوا، هي تفصيله بسيطه بس ايه، هتساعدني كتير. هعمل كنترول ار هنا وماسك الحته دي، اي اي تاني، وامسك برضو اللفه دي اكسترود سنه لبره عشان يبقى عندي حاجه زي كده. فبقى عندي تفصيله لذيذه اقدر استخدمها في اي وقت. الحته دي برضو هتبقى حاجه مشابهه لو انا مسكت ايدج. انا دايما بحب استخدم ايدجز موجوده معايا يعني. انا هستخدم الادج ده وبعد كده بي، واللطيف ان الادج ده معمول له ميرور، في يعني برضه لما اجي اعمل له ميرور الناحيه التانيه هيشتغل عادي. وهقسم الادج ده كنترول ار، لما يجي يقسم معايا هيقسم فيرتسيز مش هيقسم حاجه تانيه. هنزل الحته دي كده لتحت شويه وسكيل، وبعد كده اكسترود لقدام عشان اقرب على قد ما اقدر من الشكل ده. وبعد كده هاكسترود لفوق شويه عشان يبقى عندي حاجه بالمنظر ده. اهي رايت كليك اوريجن تو جيومتري وسكيل سنه لجوه وابلاي للسكيل. وهمسك نفس الشكل ده، الحته دي اللي فوق شيفت دي وبعد كده بي اهي، واعمل لها سوليديفاي لوحدها عشان عايز ان انا اقدر اتحكم ب يعني السوليديفاي بتاعها كل ما ابقى عايز يعني. وهطلعها بره شويه وشيفت دي لتحت عشان في واحده تحت برضه هي عامله زي ساندوتش كده. وهقوم جايب برضه ايدج ده، شيفت دي اكسترود كده ال، واحركها كده شويه بي عشان يبقى عندي المنظر ده، وهعلي سوليديفاي عشان يبقى مثلا حاجة كده. غالبا ممكن ابلاي الموديفاير ده مش سوليديفاي يعني مش ازمة، مش هيبقى بس عندي حاجة بالمنظر ده. طبعا هي نزل تحت اكتر عندي سوري عنده، فممكن اسكيل سنة واقوم ماسك كل ده، الحتة دي والحتة دي، وانزلهم لتحت اكتر عشان يبقى شكلهم عامل كده اقرب للريفرنس، يبقى عندي حاجة بالمنظر ده زي ما احنا شايفين كده. كويس قوي. ممكن برضو ابلاي السكيل كنترول ار، سوري كنترول ار من النص، كنترول بي، واقوم ماسك الحته دي اي واكسترود سنه لجوه، فيبقى عندي حاجه بالمنظر ده. تفصيله بسيطه مش تفرق خالص بس انا بحب ازود تفاصيل الصراحه. طيب بالنسبه للشباك نفسه احنا هنعمل حاجه لذيذه قوي. احنا هنمسك شيفت دي كده الشكل ده زي ما هو، وهشيله من البولين يعني هخليه موف تو كولكشن، هوديه على المين كولكشن، ممكن اجره على طول كده اخليه هنا. وهسيب الميرور زي ما هو، هشيل البافل وهشيل البافل، هسيبهم كده. واللي انا هعمله دلوقتي ان انا كنترول ار بعد كده اس 0 في الزد دايركشن، كنترول بي مثلا مرتين حاجه زي كده. وبعد كده هعمل حاجه، انا مش محتاج الحته اللي ورا دي، انا بس عايز الحته اللي قدام. انا بقى عندي المنظر ده، المنظر ده يقدر يساعدني في ايه؟ انا بس هطلع دي ودول سكيل سنه عشان يبقوا اقرب من بعض على قد ما اقدر. همسك الادجز دي والادجز دي والادجز دي كنترول بي مره واحده كده وبعد كده بي. وطبعا بما ان هو كان بوليان فانا محتاج اجي هنا اخليه تكستشرد عادي، وارجع الشكل ده لورا خالص، رايت كليك اوريجن تو جيومتري، فيبقى عندي حاجه بالمنظر ده كده. يبقى عندي حاجه كده، ممكن اكسترود الشكل ده شويه كده عشان يبقى عندي حاجه مظبوطه كده. برضو اللي انا ممكن اعمله ان انا اقوم اخد نفس الشكل، لكن انا ممكن اعمل كده بنفس الشكل اللي فوق بس مش مشكله. هطلعه بس كده شويه عشان يبقى كده. محتاج بس ان انا هو اصلا موجود جوه الكولكشن دي، هودي الكولكشن دي وهعمل نفس الحاجه بس هابلاي البيفل، هابلاي مش محتاج البيفل ده متهيألي، لا هابلاي بالمره. وهشيل الفيسز دي، انا مش محتاج غير المنظر ده. هدوس اي عشان بس يبقى عندي كأني عندي الفريم، وهشيل الحته اللي جوه. ممكن برضو يستحسن ان انا امسك الادجز دي كده، شيفت دي بي، واشيل الشكل ده خلاص انا مش محتاجه اهي. يبقى عندي المنظر ده. لو عملت المنظر ده اكسترود لجوه، وطبعا اشيله اخليه تكشرد عشان ما يبقاش وايرد، ولو اديت له سوليديفاي هيعمل لي الشكل ده كده. هخليه ايفن thickness طبعا عشان يظبط معايا، شيد سموث باي انجل،
ممكن اسيبه زي ما هو، عشان احنا كده ولا كده بافل خفيفة عشان يبقى كده، وبعد كده شيد سموث باي انجل، وهخليه كأنه الفريم بتاع ايه الشكل بتاعي اهي بالمنظر ده. لو انا مسكت بقى بلين خفيف جدا وعملت كوبي لوكيشن، كوبي لوكيشن، لو ما عندناش موضوع كوبي اتريبيوتس تاني، لما بدوس كنترول سي على اي حاجه بيطلع لي دي مش هتطلع لكم، محتاج ان انتوا تشغلوا كوبي اتريبيوتس منيو ادون من الشكل كوبي اتريبيوتس منيو، كنا اتكلمنا عليها قبل كده في كذا توتوريال، فبرضه لو حد لسه جديد يستحسن ان هو يشوف التوتوريالز القديمه قبل ما يخش في حاجه زي كده. شفت دي هحرك دي شويه، فيبقى عندي الاتنين دول كده، انا عندي الوش ده والوش ده، هجوين الاتنين وممكن اديهم ميرور على الاكسيز اللي هو الامتي في الواي اكسيز عشان يبقى حاجه مثلا زي كده، فبقى عندي الشبابيك. طيب بالنسبه للشبابيك التانية هي نفس البروسيس بالظبط، فاللي احنا ممكن نعمله ان انا همسك نفس الشكل ده كده على جنب عشان احتمال استخدمه تاني، بس غالبا لا، انا دايما بحب اسيب الحاجات على جنب احتياطي عشان لو استخدمتها تاني. بما ان الشكل ده كله شيب واحد، فانا ممكن اقوم ماسك شيفت دي كده بي عشان يبقى لوحده. طبعا ان انا هعمله ان انا احركه واطلعه من البوليان، هخليه في كولكشن العاديه عشان خلاص ده مش عايزه يبقى بوليان، وهخليه بالمنظر ده. اللي انا هعمله كنترول ار وهمسك كل ده اي عشان يبقى عندي حاجه بالمنظر ده. بعد كده هاخد اللفه دي واللفه دي بي، وهشيل اللي انا مش محتاجه، لا كنترول بي اخف حاجه كده، هشيل اللي انا مش محتاجه. او اللي ممكن اعمله ان انا اقوم اخد اللفه دي واللفه دي واللفه دي اكسترود سنه لبره اهي، واخليها تبقى هنا كده، رايت كليك اوريجن تو جيومتري، فاخليها تبقى هنا كده واسكيل سنه كده لبره. لو انا دلوقتي اديت array 4 مرات وقعدت احاول اظبطهم، او حتى عشان هما ممكن ما يبقوش عامه نفس الديستنس، فانا ممكن اسيبها كده دلوقتي وبعد كده شيفت دي تاني، يبقى عندي حاجه كده زي ما احنا شايفين. دي بصوا ممكن تبقى راجعه ورا شويه، فيبقى عندي حاجه كده. بعد كده انا ممكن محتاجش دي خلاص، بعد كده ممكن اقوم ماسك نفس الشكل ده اطلعه لفوق شويه، هخلي الاري 1 عشان يلزق فيها على طول، وهسكيل شويه بالمنظر ده. حتى لو في ديستورشن خفيف ده مش ازمه، بس محتاج ابلاي للسكيل وانا دايما شغال. انا بص كاني عملت شباكين جنب بعض عشان ده شباك لاندسكيب اتقن سنه يعني. وهطلعه قدام شويه كده، وهعمل ايه بقى، لا خليني جوه سنه، شيفت دي للناحيه دي كمان، فبقى عندي الشبابيك زي ما احنا شايفين. فدي معظم الحاجات اللي انا هحتاجها لحاجه زي كده، انا بس في كام حاجه لسه حابب ان انا ازودها. واحده منهم هو ان انا يبقى عندي زي شكل، هعمل الشكل ده كده ال شيفت دي وسكيل شويه واخليه هنا كده، يبقى عامل كده شيفت دي شيفت ار وهمسك الحته دي كده اكررها مره كمان، بس ممكن اشيل واحد منهم عشان يبقى عامل كده، فيبقى عندي ايه المنظر ده. طبعا دلوقتي في كام حاجه بنلاحظها محتاجين نزودها، واحده منهم السقف مش كامل خالص، فاللي انا محتاج اعمله رقم 1 ان انا اعمل الحاجات دي هي زي سيلندرز، يبقى هنا كده هسكيل السيلندر عشان تبقى كده، وهدي array هروتيت السلندر نفسها عشان الاري بس يظبط شويه، وازود عددهم سنه، خليها مثلا حاجه كده بس هسكيل سنه بس، وهطلعها لبره شويه وامد الاري سنه عشان تبقى شكلها كده. شيفت دي عشان يبقى كده مثلا، وهقلل عددهم عشان يبقى بالمنظر ده. والحته اللي فوق دي هنتعامل معاها بطريقه مختلفه شويه،
انا هعمل ايه بقى؟ شيفت دي كده زي ما هي، وهشيل نصها ديليت. واللي انا عايز اعمله ان انا كنترول ار كذا مره كده، وكنترول ار كذا مره، واحاول بعنايه ان انا اتاكد ان هم نفس الحاجه. وبعد كده همسك دول كنترول بي، انا بس هشيل سوليديفايد عشان اقدر اشوف. كنترول بي كده، ديليت الفيسز اللي انا لسه عامل لها كنترول بي دي، وهرجع السوليديفاي تاني، فهيعمل لي حاجه زي كده. فبقى عندي ايه؟ السقف. والسقف طبعا هعمل له ايه؟ هقوم جاي هنا اعمل له ميرور على الناحيه التانيه، فيبقى عندي حاجه بالمنظر ده. فده بالنسبه لي اول بيت انا راضي بيه جدا يعني. فاللي هنعمله ان احنا هنمسك زي شكل كده ونبتدي نشوف انا ممكن اعمل ايه كمان. انا عايز مثلا ان انا يبقى عندي، انا عاجبني قوي البيت التاني ده برضو، فانا هقوم جايب الشكل ده كده، هسكيل سنه. هو متقسم زي حتتين، حته عامله كده وحته جنبها بالمنظر المختلف ده، اصعب سنه بس برضه هنعرف نعملها ان شاء الله. فهنعمل كده سكيل على قد ما اقدر، يبقى مثلا حاجه كده. وبعد كده هقوم جايب الحته دي اكسترود لفوق، اكسترود لبره، وهسكيل سنه كده في الدايركشن ده. دي اول قطعه من الشكل، هرجعها لورا شويه. وبعد كده هقوم ماسك الحته دي اكسترود كده، وبعد كده كنترول ار عشان اطلع السقف ده كده لفوق زي ما هو طالع. فيبقى عندي حاجه بالمنظر ده كده، عندي حاجه بالشكل ده. وطبعا الحته التانيه دي اللي انا ممكن اعمله ان انا اعمل اكسترود مره كمان، واطلع السقف اللي فوق سنه عشان هو مايل شويه. اتاكد طبعا ان الميلان مظبوط بعناية كده عشان يبقى شكله عامل زي كده. فده بالنسبه لي بدايه كويسه قوي لايه؟ للمبنى التاني. انا بس الحته دي حاسس انها طالعه بره قوي، ادخلها جوه سنه عشان يبقى شكلها عامل كده. فده بالنسبه لي هايل جدا جدا. فده بالنسبه للمبنى ده. ما اظنش ان احنا هنعمل فيه حاجه مختلفه قوي. اظن ان هو هيبقى كده تمام، مش وحش. ممكن الحته دي بس تطلع لفوق شويه، تبقى حاجه كده مثلا. تبقى حاجه كده كده، تبقى لذيذه. ونيجي نبص كده، اظن هنا بصوا اطول من العادي، فانا ممكن اطول الحته دي وانزل الحته دي. بصوا دي نازله تحت عامله كده، ودي فوق سنه كاني في دور تاني فوقها، وهنزل دي كده عشان تبقى بالمنظر ده كده، منطقي اكتر بكتير بكتير. فيبقى عندي حاجه كده، بس هنزل دي سنه عشان تبقى نازله، ويبقى احنا كده تمام التمام. فده بالنسبه للفيديو ده. انا زي ما قلت لكم ما بقتش بحب قوي ان انا اطول عليكم، فده بالنسبه للفيديو النهارده. الفيديو الجاي هنعمل الموديل ده ونبتدي نشوف ازاي ممكن نخلي الحاجات دي تبقى جزء من الشكل بتاعنا. في حاجات كتير لسه هنقعد نزودها، مش بس المباني، حاجات حتى على المباني. فواحده واحده كده مع بعض، واتمنى تكونوا استفدتوا، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي